ما تتجوزيش في بيت عيلة غير لما تتأكدي انك متجوزة راجل يقدر يفصل بين بره لأهله وحق ربنا فيكي، بيقدر يسمعك في المشاكل ويعرف مين اللي غلطان ويجيب لك حقك، بيعرف يعمل لك كرامة وسط أهله ويخليهم يحترموكي، مش يبقى شايفك بتتهزقي وكل اللي في نفسه كلمة بيقولها لك ويبقى قاعد ساكت وما ينطقش. اتأكدي ان اهله مش كاسرين عينه بمساعدتهم ليه، لان للاسف في اهالي بتعاير اولادها لما بيساعدوهم وبيشوفوا ان من حقهم ان مراته دي تبقى خدامة عندهم مادام هم ساعدوه. اتجوزي اللي لما يجيب لك حاجة ما يخبيش على الدنيا كلها انه جابلك ويعاملك وحش قدامهم علشان ما يزعلوش، لا يفتخر بيكي قدام كل الناس ويعاملك احسن معاملة، واللي يتكلم يعرف يرد عليه ويقول له دي شريكة حياتي ومن حقها عليا اني اعملها احسن معاملة، يقدرك لو عملتي حاجة لاهله مش يحسسك انك ما عملتيش اي حاجة وان ده فرض عليكي. زوج بيراعي احتياجاتك اللي هي مش اكل وشرب ولبس، ولكن بيكرمك ويحسسك بالامان المادي والمعنوي. لما تقولي له عايزه اقعد في شقتي يقدر ان ده حقك انك عايزه تقعدي براحتك، ويقدر تعبك مع ولاده ويبقى همه دايما على راحتك.